السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير. احنا النهارده موجودين في شاطئ باغوش في منطقة سيدي حنيش، قبل ما تروح بحوالي 65 كيلو. طبعا في ناس عارفة المكان من الصور ومن الفيديوهات وما جاتش، واحنا النهارده عاملين لكم فيديو من المكان اهو زي ما انتم شايفين كده. طبعا شاطئ باغوش من ضمن الشواطئ الجميلة اللي تستمتع لو جيتها. طبعا في اوقات بيسمحوا بالدخول واوقات ما بيسمحوش بالدخول. احنا النهارده جينا مفيش يعتبر حد موجود كتير في المكان، وبرضه استأذنا من في ضابط هنا في الجيش هنا، استأذنا منه وسمح لنا ان احنا نيجي نقعد نعمل احلى زردة وشوينا، ورايحين نتفرج بقى على ايه؟ على الطريق الرملي اللي ما بين الشطين اللي دايما متميز بيه شاطئ باغوش. معانا بقى مودي وفراولاي. ازيكم عاملين ايه؟ تعالوا بقى شد حيلكم شويه لحسن ده مسافه لسه ايه زي ما انتم شايفين. بعيد ولا اه اه ما شاء الله تبارك الله. بصوا يا جماعه المنظر، البحر روعه. طبعا انا اول مره اخد معايا مودي مودي، على طول باجي انا وابو حنين وكده، واول مره ناخد مودي مودي. يا رب يكون الصوت كويس. احنا بنجرب معاكم مايك جديد، فانا متعشم ان يبقى فيه صوت كويس. حبيت ان انا اجيب المايك الجديد ده بحيث ان الهواء ما ياثرش جامد، لان فيه صوت هواء شديد قوي يعني. بصوا منظر البحر ومنظر ما شاء الله تبارك الله. طبعا دي نقطة حرس حدود، وطبعا ده الشاطئ وده اتجاه الشاطئ اللي احنا رايحين فيه. طبعا حبينا ان احنا ننصب الشمسية بتاعتنا ورا هنا كده عشان ما نمشيش كل ده بالاكل والشرب، بحيث ان احنا نروح نصور في المكان من غير ما نشيل كل المسافة دي الحاجة بتاعتنا. نوع من انواع توفير الطاقة يعني. فراولاية اول مرة تيجي المكان صح؟ اول مرة تيجوا معايا ما شاء الله. احنا كمان متعشمين ان انا اصور لكم تحت المية هنا في الشاطئ. ما شاء الله المكان رائع وتحفة واكتر من رائع بصراحة. ها يا جماعة مستمتعين معانا ولا ايه؟ يا رب تكونوا مستمتعين بمنظر البحر وبالاجواء. وقولوا لنا ايه رايكم في فيديوهاتنا في التعليقات. احنا بنصور لكم في اماكن كتيره وعايزين نشوف رايكم فيها ايه، علشان خاطر نصور لكم اماكن اكتر واكتر ان شاء الله. طبعا ده من ضمن الاماكن الغير معلومه او المعلومه لبعض من الناس يعني. في اماكن بنروحها ما بيبقاش معلومه خالص، في اماكن كل الناس عارفاها. ده بقى المكان ده ما بين البنين، اللي هو ولا كل الناس عارفاه ولا من ضمن الاماكن المجهوله يعني لدرجه ان محدش يعرفها. منظر البحر ومنظر المكان تحفه ما شاء الله. طبعا زي ما قلنا المكان ده قبل ما تروح بحوالي 50 كيلو. ما شاء الله تبارك الله. خليكم معانا عشان ما تمشوش معانا المسافه دي كلها، لما نقرب هنصور لكم المكان. بصوا يا جماعه منظر الصخره الجميله اللي في قلب المكان دي. بصوا ما شاء الله تبارك الله، حاجه كده جميله قوي وروعه. وهنا برضو في صخره بتخش لها عن طريق الايه الممر الرملي اللي هناك ده. ما شاء الله. بص المنظر حكايه. يا عيني على الجمال وروعه المكان. طبعا مشوار ومشقه
بس المتعه بتخليك ان انت عايز تستحمل اكتر وعايز تروح اماكن اكتر، ومش فارق المشي، مجرد ان انت بتروح هناك بتنسى كل حاجه، تاخد احلى شويه صور. مدوا شويه. طبعا ابو حنين اللي مسابقني هناك ده. ما شاء الله تبارك الله، اجواء حكايه. طبعا اعذروني عن قله الكلام مع المشي، الواحد مش قادر يتكلم، ولسه واكلين بقى ايه مشويات وحاجات لسه عاملينها زردة، هتشوفوها في الفيديوهات اللي فاتت. الله المستعان. ما شاء الله. ده الممر اللي هو الرملة اللي ما بين الشاطئ اليمين والشمال اللي انتوا شايفينه ده، بيدخلكم على المكان ده اللي هو فيه الصخور. طبعا انا مش هطول عليكم، مجرد ما نوصل هناك هنعمل لكم فيديو جديد، انتظروه. الفيديو هيبقى وصف للمكان، نكون استريحنا من المشوار. اهو قربنا اهو، نقفل معاكم بس نوريكم المنظر، الممر الرملة، وبعد كده نقفل معاكم. بصوا يا جماعه، ده الممر الرمله اهو اللي ما بين الاتنين، بس النهارده في مد، فالنهارده عشان في مد ايوه النهارده عشان في الممر الرمله ده، المفروض هو هنا اهو فاصل ما بين اليمين والشمال، بس للاسف حظنا النهارده البحر ايه عالي شويه. بصوا لو تاخدوا بالكم البحر بيجي يمين مع شمال، الموجه الموجتين بيخبطوا في بعض، سبحان الله. يعني احنا كده حاليا ماشيين في الممر دون يعني. بصوا ما شاء الله، بصوا يا جماعه ما شاء الله، هو ده الممر الرمله، بس للاسف المره دي على حظنا الممر مش موجود. بصوا اهو ابو حنين واقف عند اول الممر. الموج عالي قوي كمان يعني، بس انا برضو هكمل وهنوصل الناحيه التانيه باذن الله. بصوا ما شاء الله. قول لي احساسك ايه وانت ماشي في قلب الميه كده ورايح على الناحيه التانيه. ما شاء الله. نشوفكم في فيديوهاتنا الجايه، مع السلامه.